السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة نعمل مع بعض كيكة لطيفة جدا بالليمون والفستق. كيكة حلوة قوي، طعمها كده مختلف شوية، معاها على وش كده كريمة لذيذة خفيفة برضو. حلوة قوي 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 بقى مع الصبح، بقى مع القهوة بقى في نص اليوم براحتك. أنا عندي دقيق، عندي بيض، عندي ده فستق مجروش، وعندي سكر، زبادي، ليمون، بيكنج باودر، فانيليا، حليب، زيت. ده بيكنج باودر، نشا، بيكربونات وملح، و ده اللي هو الشاي الماتشا. ما عندكيش مش مهم، ده اللي بيدي الخضار اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو، اللون الاخضر الحلو. هحط كل المكونات الجافة هنخلها ما عدا البيكربونات. في بولة تانية بقى هجيب السكر، هاخد بشر الليمون، وهاخد كمان الليمون. بشر الليمون، وهفرك الليمون البشر بالسكر كويس قوي عشان يطلع كل النكهة والزيوت اللي في الليمون. وبعدين هحط المكونات السائلة اللي هو الحليب والزيت والزبادي وصفار البيض. انا مش هحط البيض كله، هحط صفار البيض. هقلبهم كويس، وهنزل بيه على المكونات الجاف. هقلبه واخلطهم لغاية ما الدقيق عندي يختفي، وهوقف ضرب. هنضيف الفستق في الاخر عشان مكناش اضفناه، ونقلبها. هنضرب هنا البياض البيض مع عصرة ليمون، يعني حوالي معلقتين كبار ليمون، والفانيليا. هنضربهم كويس لغاية ما يبقى البياض كده ليه فوم، مش لازم يبقى متماسك قوي، بس يبقى ابيض كده وفوم وارتفع شوية. هنا هحاول بقى اقلب بخفة، مش هضرب جامد عشان الهواء اللي دخلناه ما يطلعش تاني. قبل ما نقلب التقليبة الأخيرة دي، شوية البيكربونات اللي أنا قلتلكوا عليها، هنحط كمان عصرة ليمونة عليه. ده يعتبر يا جماعة زي محسن للكيك، بيخلي الكيكة عندك كأنك لو قعدت كام يوم كأنك لسه عاملاها. هضيفهم في الآخر قبل ما أقلب التقليبة الأخيرة، وهقلب وأحطها في قالب واحطه في الفرن. هياخد حوالي من 40 ل45 دقيقة، طبعا على حسب فرن كل واحدة، على 180 درجة لغاية ما تستوي. وبعد كده نطلعها ونشوف هنعمل الكريمة بتاعتها ازاي. انت تقدري تحطي اي كريمة عليها، تحطي كريمة شانتيه بس كده، بس انا بصراحة بحب الجبنة الكريمي. فجبت جبنة مسكروني، تقدروا تستخدموا اي جبنة كريمة عندكم. هناخد تقريبا حوالي 3/4 العلبة، هي 250. بس هطريها شوية كده، وبعد كده هبدأ احط الكريمة اللباني شوية شوية.
لغاية ما القوام بتاعي يتقل عشان ما يتضربش في الأول ويتكتل أو يحصل إن الكريمة تتقلب معايا زبدة. فقلبها كده، شايفين تجانسوا كلهم كويس. هحط لها بس شوية لبن، سكر بودرة شوية صغيرين، أنا مبحبش حاجة تبقى مسكرة. طبعا اختياري، حطي سكر زي ما انت عايزة. قلبتها كده بالسباتولا واتأكدت انهم اندمجوا كلهم مع بعض كويس وبقوا طريين. هبدأ بقى هضربها كده بالمضرب كويس قوي لغاية ما تتقل معايا. حطيت كمان عصرة ليمون وفانيليا، طبعا لان هي كيكة ليمون بالفستق. شايفين انا ضربتها بالمضرب اهو، شايفين القوام بتاعها. انا مش عايزاه يبقى تقيل قوي لان احنا مش هنزوقها بالقمع ولا اي حاجه، هي مجرد تزيين بسيط كده على الوش وخلاص. ده القوام بتاع الكريمه بتاعتي، سلس كده مش متماسك قوي. بس كده يا جماعه هقدم الكيكه بتاعتي. انا مش لازم افتحها من النص، اللي عايز يفتحها من النص يحطه في النص وفوق براحته. انا بس تزويق بسيط جدا يديها نكهه حلوه. نستطعم طعم الليمون والفستق. اقدر ارش بقى فوق برضو شويه فستق. نقدر نعمل اي مكسرات تانية. وشرايح ليمون كده، تزيين بسيط وبس كده. وصفة حلوة قوي، الكيكة من جوه فاتشي كده وحلوة، يعني حلوة. جربوا الوصفة دي تعجبكم جدا جدا جدا. ولو عجبتك ما تنسيش تشجعني باللايك، سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك اي جديد. واقول لكم سلام عليكم.